هل عمرك فكرت العملات الرقمية بتتخزن فين فعلا؟ البيتكوين أو الإيثريوم مش بيكونوا جوه موبايلك، بيكونوا محفوظين في حاجة اسمها المحفظة الرقمية. لكن الحقيقة إن المحفظة مش بتخزن العملات نفسها، هي بتخزن المفاتيح الخاصة، كلمة السر السرية اللي بتثبت إنك صاحب العملة فعلا. وفي نوعين رئيسيين من المحافظ: محافظ ساخنة hot wallets متصلة بالإنترنت وسهلة الاستخدام، ومحافظ باردة cold wallets بتكون أوفلاين وآمنة أكتر ضد الاختراق. تقدر تفكر فيها كده: المحفظة الساخنة زي جيبك، سريعة وسهلة. المحفظة الباردة زي خزنتك، آمنة ومقفولة كويس. لو حد قدر يوصل لمفتاحك الخاص يقدر يسرق كل اللي عندك. عشان كده حماية المفاتيح أهم حاجة في عالم الكريبتو. في محافظ بتكون تطبيقات زي تراست والت أو ميتا ماسك، وفي محافظ أجهزة زي ليجر وتريزور شبه الفلاشة الصغيرة. المحفظة الرقمية هي البوابة بينك وبين عالم البلوكشين، بتخليك تبعت وتستقبل وتحافظ على أصولك الرقمية. فما تنساش، لو عندك عملات رقمية ومش فاهم المحافظ يبقى فعليا انت مش ماسك فلوسك، انت سايبها في ايد غيرك. لو حابب تتعلم عن عالم العملات الرقمية بطريقة بسيطة وسريعة، اشترك دلوقتي في قناة كريبتو بالعربي وتعلم الكريبتو في 60 ثانية فقط.